في يا جماعة جملة الستات بيرددوها كتير وبيفتخروا بيها وهم أصلا ما يعرفوش أساسها إيه، وهي جملة وراء كل رجل عظيم امرأة. أقول لكم أنا أساس الجملة دي إيه من البداية. رجل أعمال غني جدا عنده مجموعة مصانع، جمع العمال والموظفين بتوعه في يوم من الأيام وقال لهم يا جماعة العز اللي أنا فيه ده كله سببه مراتي. قالوا له إزاي يا فندم؟ قال لهم أنا أول ما اتجوزت كنت موظف غلبان على باب الله ما حلتيش غير مرتبي. مراتي كانت منكدة عليا ومطهقاني في عيشتي ومطلعة عين أمي. بقيت أهرب من البيت، كرهت البيت بسببها وحطيت همي في الشغل. بقيت أشتغل ليل نهار أطبق وردية واتنين وممكن أبات في الشغل كمان عشان أهرب من البيت ومن النكد بتاع البيت. لحد ما ربنا كرمني وعملت قرشين وعملت مشروع صغير والمشروع كبر والدنيا حلوت معايا. تخيلوا بقى يا جماعة لو كانت مراتي مهنياني ومدلعاني في البيت كنت هفضل قاعد جنبها ليل نهار مش حابب أروح الشغل، ولو رحت الشغل هي وردية واحدة وهرجع. ما كنتش هعمل العز الفلوس اللي أنا عملتها دي كلها، ما كنتش هبقى في العز ده كله دلوقتي. عشان كده هي السبب في العز اللي أنا فيه كله دلوقتي.